العراقي هوار دائما على تسديد وتنفيذ الكرات الثابتة. عماد، كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، وهدف للعراق، وهدف للعراق بعد طول فراق، ويأتي العناق والسجدة من الأصحاب ومن الرفاق، وهدف ثاني في تاريخ اللاعب علاء عبد الزارع، ولكنه هذه المرة بطعم جديد جدا، لأنه يأتي على أرضية ملعب الشعب، الملعب الخالد، الملعب الذي يعني أنشئ عام 66 وشهد إنجازات الكرة العراقية. يرتقي إلى هذه الكرة من بين قلبي الدفاع ويضعها وسط حيرة من حارس المرمى الذي تفرج عليها كما تفرجنا عليها. نصيحة للحارس: تذهب إلى البيت، تأخذ الريموت، تضعه على الرياضية العراقية، تشاهد الهدف وتستمتع كما استمتعت هذه الجماهير بالهدف الجميل. ولكن أيضا الحارس عبد الله الصيداوي حارس ممتاز، ولكنه وقف متحيرا مع هذه الكرة. بديل جديد. اللاعب معن جمال يدخل إلى أرضية الملعب، واللاعب إسماعيل العمور يغادر أيضا، ونتيجة مشابهة لما شاهدناه في أربيل ب3 أهداف، ولكن هذه المرة بإقدام هوار وكرار وعلاء عبد الزهر. معن جمال في المنتصف، 3 أهداف للمنتخب العراقي. سعيد محسن العودة إلى الخلف